الكنانة في اللغة العربية تعني جعبة السهام، وأطلق على أرض مصر هذا اللقب لأن وادي النيل يقع بين صحرتين كبيرتين، فهو محمي مثل السهام في الجعبة. وأيضا قد تعني كلمة كنانة الماء أو البحر، لأنه في لغة أهل قنا كلمة قنانة أو كنانة بتعني الماء، وأطلق على مصر بأنها أرض الماء، وذلك لأن البحر يحيط بها من عدة اتجاهات، كمان احتوائها على العديد من البحيرات، فهي أرض الماء والخير. أيضا قد تعني أنها بسبب أنها مغمورة بمياه الفيضان، فبكل الأحوال هي أرض الماء. والكنانة بمعناها يطلق ويقترن باسم مصر، أي أنها أرض القوة على العدو والمأمن والأم والحماية والمسكن. وعرفت مصر بعدة مسميات على مدار التاريخ، منها إيجيبتوس أي الأرض السوداء، وهو لفظ أطلقه البطالمة على مصر، ومن بعدهم أطلقه الرومان. طيب، وأصل كلمة إيجيبتوس دي جاية منين؟ رجع لكلمة أجبي أو أجب وأجبة وإكب، وكلها مترادفات في المتون المصرية القديمة بتعني الماء الأزلي الذي برزت الأرض منه، وبيعود يعني للنيل وفيضان النيل، وإن أرض مصر دايما مغمورة بمياه النيل. ولكن الرومان والبطالمة كانوا بيضيفوا الواو والسين في كلماتهم، فبالتالي حوروا الاسم علشان يبقى شبه الكلمات بتاعتهم، فخلوها بدل أجبي خلوها إيجيبتوس. اسم آخر أطلق على مصر هو ميلا موبوديس، وده اسم أطلقه اليونانيين، وبيعني الأرض السوداء، لأن تربتها كانت خصبة على ضفتي نهر النيل، مما ساعد المصريين على زراعة أراضيهم بمحاصيل مختلفة. وكان المصريين نفسهم بيطلقوا في وقت من الأوقات على مصر الأرضين، بمعنى إنها قسمين، القسم العلوي وهو الجنوب لأنها كانت الأرض المرتفعة، والقسم السفلي وهو الشمال، وده كان قبل ما يوحدهم الملك مينا موحد القطرين في قديم الزمان. وفي وقت آخر عرفت أرض مصر باسم بنكين، وهو وصف لضفتي النيل، وعرفت الضفة الغربية بأنها أرض الموتى، أما الضفة الشرقية فهي التي تجسد الحياة واللي حصل فيها تطور لبناء المدن. وعرفت أيضا مصر باسم كيميت أي الأرض السوداء الصالحة للزراعة، كما عرفت أيضا باسم هبة النيل، وأطلق هذا المسمى من قبل اليوناني هيرودوت، وذلك لأن النيل مصدر الحياة. كما عرفت أيضا في وقت من الأوقات باسم هوت كابيتاح، ويقصد به بيت الآلهة،